إنك تقدر تدخل الترند وتحقق مشاهدات بالملايين وأرباح خيالية، وكل ده من خلال فيديوهات بالذكاء الاصطناعي بتعملها في 10 دقايق بس. ترند الكتكوت الأصفر المنقذ مسيطر على تيك توك واليوتيوب وجميع منصات التواصل الاجتماعي، وصفحات كتير بقت تحقق منه انتشار مجنون وربح يومي. بالفيديو ده هعلمك خطوة بخطوة ازاي تعمل نفس النوع من الفيديوهات مجانا وبدون أي خبرة. ولو دي أول مرة معايا دعمني بلايك واشتراك عشان أوصلك كل المواقع المجانية الجديدة والترندات اللي تساعدك تكسب أسرع. ويلا بينا نبدأ الشرح. أول خطوة هنعملها هنروح نفتح شات جي بي تي علشان نجهز البرومت بتاعنا، وأنا هسيب لكم البرومت وكل حاجة هستخدمها تحت في الكومنت المثبت. وأنا هنا أهو هكتب له أول برومت، وأنا هنا بقول له اكتب لي قصة قصيرة مقسمة إلى مشاهد واضحة، وكل مشهد مقسم لبرومت لتوليد الصورة وبرومت الفيديو. وبطل القصة هنا هو كتكوت أصفر صغير شجاع ينقذ طفل صغير من موقف خطير، واجعل القصة مشوقة وفيها تصاعد درامي ونهاية سعيدة، وأريد الوصف بالتفصيل في كل مشهد، واجعل الكتكوت هو البطل المنقذ في كل قصة. انت تقدر بقى تغير عليه أو تكتب اللي انت عايزه انت وخيالك بقى، بس انا كده هسيبه لك تحت في الكومنت المثبت. هندوس هنا وهنشوف شات جي بي تي هيبدأ يكتب لنا المشاهد وهيقسمها زي ما انتوا شايفين. هنا هو بدأ اهو كتب لنا كل مشهد ومقسمه لبرومت خاص بالفيديو وبرومت خاص بالصورة. زي ما انتوا شايفين كده كاتبهم لنا بشكل احترافي. انت وخيالك بقى عايز المشاهد اطول، انا هنا قلت له اكتب لي قصة قصيرة، هو هنا هو هتلاقيه كتب لي 5 مشاهد بس. انت عايز تزود عن كده تقدر تطلب منه وهو يعمله لك بكل سهولة. زي ما انتوا شايفين كده مقسم لي المشاهد بشكل احترافي. هنروح بقى نبدأ ناخد هنا اول برومت للصورة من اول مشهد عشان نحولها لصورة بكل سهولة، وكل حاجة هنستخدمها النهاردة في الموقع هتكون بشكل مجاني بالكامل. هنروح هنا هناخد اول برومت خاص بالمشهد الاول كوبي، وهنروح على الموقع عشان نحولها لصور. هنروح لموقع ويسك، واحنا استخدمنا موقع ويسك وشرحناه كتير في الفيديوهات اللي فاتت. موقع سهل وبسيط وهنقدر نعمل عليه فيديوهات وصور، بس احنا هنستخدمه في الصور النهارده. زي ما انتوا شايفين كده هنضغط هنا عشان يفتح معانا، هيفتح معاك بقى بالواجهة دي، ومن هنا هنقدر بقى نعمل الصور بتاعتنا بكل سهولة. هنيجي هنا عند البوكس ده وهنعمل بيست لأول برومت احنا خدناه من شات جي بي تي عشان يولد لنا الصورة، وهنيجي هنا نختار المقاس بتاعنا سواء شورتس أو يوتيوب على حسب بقى اللي يناسبك. أنا هختار النهاردة مقاس الشورتس. وبعدين هتيجي بقى في الخانة اللي جنبيها ده وهتلاقي فيه قفل مكتوب عليه رقم، لو هو مفتوح اقفله عشان يحفظ لك كل المشاهد والشخصيات في كل المشاهد. هنيجي هنا بقى وهندوس هنا بالشكل ده، وهيبدأ بقى في توليد الصور. هيبدأ يطلع لك صورتين خلال ثانيتين 3 بالكتير. زي ما انتوا شايفين كده ما بياخدش وقت والموقع سهل وبسيط. زي ما انتوا شايفين كده طلع لنا صورتين بشكل احترافي. بتبدأ بقى تختار المناسبة معاك او اللي انت حاببها اكتر، وبتبدأ تنزلها بكل سهولة من السهم الصغير اللي فوق ده، تنزل معاك على الجهاز بكل سهولة. هنروح برضو لشات جي بي تي عشان ناخد البرومت الخاص بالمشهد التاني اللي هو برومت الصورة. خلي بالك عشان ما تتلخبطش ما بين الفيديو والصورة. هناخد البرومت الخاص بالصورة، وهنيجي هنا عند البوكس ده وهنبدأ نمسح البرومت القديم وعشان نحط له البرومت الجديد بالشكل ده. بدأت امسح اهو القديم وهعمل بيست للبرومت الجديد، وابدأ ادوس على السهم ده وهو هيبدأ في توليد الصور بكل سهولة. زي ما انتوا شايفين كده ان الكتكوت هيحمي الطفل من الكلب، وده موقف ايه خطر. زي ما انتوا شايفين كده بتختار الصورة اللي عجباك وبتبدأ تنزلها بكل سهولة. النتيجة حلوة قوي. زي ما انتوا شايفين كده هنرجع تاني لشات جي بي تي عشان ناخد البرومت التالت، وهنبدأ برضو نعمله بنفس النظام. هنبدأ بقى نعمل كل البرومتات بتاعتنا بنفس النظام اللي انتوا شايفينه ده، وبكل سهولة هنعمل المشاهد بتاعتنا. زي ما انتوا شايفينه كده ان الكتكوت هنا بيبدأ يحمي الطفل من الكلب، طالع معايا بشكل احترافي جدا. بتبدأ تختار بقى الصورة وتنزلها بكل سهولة، وتقدر بقى تعمل مشاهد اكتر من كده. انا اهو خلصت كل المشاهد بتاعتي زي ما انتوا شايفين اهو. تقدر بقى انت تعمل عدد مشاهد اكتر زي ما انت حابب بقى، عايز 10 مشاهد 5. انا هنا اكتفيت بالخمسة بس. زي ما انتوا شايفين الموقع نتايجه حلوة قوي، والموقع سهل ومفيهوش اي تعقيد خالص ومجاني تماما. هنروح بقى نختار كل حاجة احنا عايزينها وننزلها. انا عجبتني الصورة دي هبدأ انزلها كده، وبكده بقى هتعمل كل المشاهد بتاعتك بكل سهولة وبشكل مجاني بالكامل على حسب عدد المشاهد اللي انت عايزها.
هنروح بقى نفتح الموقع التاني اللي هنحول عليه المشاهد دي الفيديوهات، وهسيب لكم برضو رابط الموقع في الوصف، والموقع مجاني بشكل كامل وسهل وبسيط وهنتعلمه النهاردة مع بعض. أول خطوة هنعملها إن احنا هنسجل دخول على الموقع، وهندوس هنا كده هتفتح معانا الواجهة دي، وهنا هيبقى عندك كذا اوبشن لتسجيل الدخول. زي ما انتوا شايفين عندك انك تقدر تسجل بايميل او انك تسجل بالجيميل بتاعك، واحنا النهارده هنسجل بالجيميل عادي اللي هو جيميل جوجل. هندوس عليه بالشكل ده، وبعد ما بتخلص تسجيل دخول هيفتح معاك الواجهة دي تاني. هتيجي هنا عند تالت خانة وهتدوس بعد ما هندوس عليها بقى هتفتح معانا الواجهة دي اللي هنقدر من خلالها نحول الصور بتاعتنا لفيديوهات متحركة بشكل مجاني بالكامل. اول حاجة هندوس هنا عشان نحمل اول صورة عندنا في المشهد ونرفعها له هنا على الموقع، وهنا تحت هنكتب له البرومت الخاص بالمشهد الاول اللي هو خاص بالفيديو اللي هو كان في شات جي بي تي. احنا كنا مقسمينه واحد للفيديو وواحد للصورة، هنكتب هنا برومت للفيديو. وزي ما انتوا شايفين كده هنا انا هنا بختار له اهو الصورة من الجهاز، وهتبدأ تترفع معايا بكل سهولة. وبعدين هكتب له البرومت زي ما انتوا شايفين كده، وهدوس تحت على يولد، وهو هنا بيقول لي انتظر دقيقة او اقل من دقيقة واحدة فقط وهيبدأ يطلع لك الفيديو. يعني انت لو هتعمل 10 مشاهد هتاخد معاك 10 دقايق، هتعمل 5 مشاهد هياخد معاك 5 دقايق. وزي ما انتوا شايفين اهو الفيديو طالع معانا، تعالوا بقى نشوفه واوريكم النتيجة طالعة ازاي. هندوس عليه بقى بالشكل ده. زي ما انتوا شايفين كده الفيديو طالع بكل احترافية وكأنه واقعي جدا وشكله حلو قوي ومناسب للأطفال. هنيجي بقى ندوس هنا عشان نعمل بقى المشهد بتاعنا التاني، وانتوا تقدروا لو النتيجة ما عجبتكوش تدوسوا هنا على إعادة إنشاء، وهو هيعيد في إنشاء الفيديو تاني لحد ما النتيجة انت تكون راضي عنها. وهتدوس على السهم الصغير ده وهيبدأ ينزل معاك على الجهاز بكل سهولة زي ما احنا شايفين كده. هنيجي هنا بقى نمسح البرومت ده ونمسح الصورة علشان نعمل المشهد بتاعنا التاني. تمام. هنروح برضو لشات جي بي تي وهنجيب البرومت الخاص بالمشهد وهنحطه هنا، وبعدين هنختار الصورة الخاصة بالمشهد التاني اللي احنا حملناه من موقع ويسك. زي ما انتوا شايفين كده الصورة هي هتبدأ تحمل معانا، وهيبقى معانا الصورة والبرومت، وهننزل تحت ندوس يولد. زي ما انتوا شايفين كده، ثانية بس عشان اهو حمل معانا بكل سهولة اهو. زي ما انتوا شايفين هننزل بقى تحت هندوس على يولد وهتبدأ تتعمل معانا بكل سهولة، برضو في اقل من دقيقة هيبدأ ان هو يطلعها معاك. زي ما انتوا شايفين كده بيقولك انتظر دقيقة، وانا هنا كنت خلصت كل المشاهد بتاعتي زي ما انتوا شايفين، والنتيجة كلها طالعة احترافية، ما يعني ما عدتش اي حاجة، عجبوني من اول مرة. تعالوا هنا اوريكم اخر مشهد طلع معايا عامل ازاي. بصوا زي ما انتوا شايفين هنا هو بيحيوا الكتكوت عشان هو انقذ الطفل وبيسقفوا له. زي ما انتوا شايفين كده النتيجة حلوة قوي، وقدرت اعمل المشاهد بتاعتي كلها. تقدر انت كمان بقى تعمل كل المشاهد اللي انت حاببها بكل سهولة وبشكل مجاني. لو في اي حاجة وقفت معاك تقدر تسألني في الكومنتات وانا هساعدك وهجاوبك على كل الاسئلة. تاني حاجة بقى هنروح لموقع عشان ننشئ الاصوات او المؤثرات الصوتية اللي هنحطها على الفيديوهات دي. هنروح هنفتح موقع مجاني بالكامل وخالي من حقوق الطبع والنشر، وهسيب لكم رابط الموقع هنا تحت في الوصف. زي ما انتوا شايفين كده الموقع ده تقدر تستخدمه على اليوتيوب وعلى تيك توك، سواء الساوند افكت او الميوزك او اي حاجة، وهو خالية تماما من حقوق الطبع والنشر. هندوس هنا على الساوند افكت هتفتح معانا بالشكل ده. هنيجي هنا طبعا عشان عندنا طفل وضحكة الطفل، اول حاجة هنكتبها له اهو طفل يضحك، هيقوم مطلع لك كذا نتيجة. هتيجي هنا تدوس عليها بالشكل ده. تعالوا نجرب بقى الأصوات. زي ما انتوا شايفين كده طالعة معانا بشكل احترافي جدا. تيجي بقى من على السهم ده وهتبدأ تنزله، هينزل معاك بكل سهولة على الجهاز، وتقدر بقى تسمع باقي الأصوات وتختار اللي يعجبك. أنا عجبني أول واحد فنزلته. هنيجي بقى عشان نروح نجمعهم كلهم في فيديو واحد وأوريك الطريقة. هتروح تفتح أي برنامج مونتاج عندك هنستعمله بس في إن احنا هنجمعهم كلهم في فيديو واحد، وأنا هنا هستخدم كاب كات. هتيجي هنا تدوس هنا عشان تحملهم كلهم في الواجهة دي ويكونوا معاك. هتدوس هنا وتحملهم من على الجهاز بكل سهولة بالشكل ده، وهتبدأ بقى تسحب مشهد مشهد بالترتيب طبعا اللي احنا عملناه، وتحطهم جنب بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهوريكم ازاي ان احنا هنقدر نشيل العلامة المائية بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين كده هبدأ اسحبهم كلهم كده جنب بعض بالترتيب بتاعنا، زي ما انتوا شايفين كده بكل سهولة اهو.
بدأت اعملهم كلهم خلاص اهو، فاضل اخر مشهد وده كله هجمعهم في فيديو واحد زي ما احنا هنشوف في الاخر. زي ما انتوا شايفين كده خلصت كل المشاهد اهي جمعتها. هبدأ بقى اشوف كل حاجة من المشاهد دي وهبدأ اخصص لها ايه الساوند افكت بتاعها واحطه تحتيها زي ما احنا هنعمل النهاردة في الفيديو ده. تعالوا الاول اوريكم ازاي نقدر نشيل العلامة المائية اللي ظاهرة في الفيديو دي بكل سهولة. هتيجي مثلا هنا اهي تدوس على الفيديو كده على التيم لاين بالشكل ده وهتبدأ تسحبه بشويش خالص. العلامة هي المائية اتشالت معاك وما بقتش ظاهرة نهائي زي ما انتوا شايفين كده، والفيديو طالع من غير اي علامة مائية. هتعمل كده بقى في كل المشاهد بتاعتك، تقدر تجمعهم كلهم وتعملهم مرة واحدة. هتبدأ بقى هنا عندنا طفل وكتكوت، هنختار مثلا صوت الطفل تمام، وبعدين نختار مثلا صوت الكتكوت، عندك صوت كلب، عربية، اي حاجة بقى هتبدأ تنزلها زي ما وريتك وتحطها هنا تحت المشهد الخاص بيها. وهتبدأ هنا بقى تظبطها تحت المشهد بتاعها، صوت الطفل وصوت الكتكوت اهو تحت بعض، وهتبدأ هنا تظبطها على مقاس المشهد بالظبط زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. ظبطتها زي ما انتوا شايفين كده على قد المشهد الأول بالظبط. زي ما انتوا شايفين كده المشهد طالع احترافي وبصوت، بس عشان برضو تسجيل الشاشة عندي زي ما قلتلكم ما بيطلعش بصوت، بس هوريهولكوا برضو في الآخر. بعدين هتدوس هنا فوق هيتصدر معاك على الجهاز وهينزل بكل سهولة زي ما انتوا شايفين كده، وهينزل معاك على الجهاز بشكل مجاني بالكامل. تقدر بقى تنزل اللي انت عايزه من على البرنامج. لو عجبك الشرح ما تنساش تعمل لايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد في عالم الذكاء الاصطناعي، وشارك الفيديو مع اصحابك عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ونتعلم كل جديد في عالم ال AI.